سي بون سي بون. السلام عليكم. ممكن عفاك تقدم لنا اولا اسم كريم ديالك كرئيس النقابه الاقليميه بمدينه الخميسات، وما هي المتطلبات ديالكم خلال هذا النضال وخلال هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي نظمتوها اليوم امام المؤسسه ديال مديريه التعليم؟ شكرا لكم كمنابر اعلاميه متتبعه للشان المحلي، الشان الاقليمي، الشان الوطني. نشكركم على المتابعه ونشكركم على التتبع الميداني اليومي. عزيز سعودي، الكاتب الاقليمي لنقابه المتصرفين التربويين باقليم الخميسات. وقفتنا اليوم تاتي تلبيه لنداء البيان الوطني لنقابه المتصرفين التربويين. البيان تضمن مجموعه من النقاط. اولا رصد مجموعة من التماطلات ومجموعة من التسويفات ومجموعة من الخروقات التي تمارسها الوزارة الوصية في حق هذا الإطار، إطار المتصرف التربوي. الوزارة لم تعطي المكانة الاعتبارية لهذا الإطار، ولم تفهم بعد أن هذا الإطار هو محور كل العمليات التدبيرية اليومية للمنظومة التربوية. فتحت من قبل باب الحوار، لكنها فجأة أغلقته بدون سابق إنذار، وتركت مجموعة من الملفات عالقة دون حل، ملفات ثقيلة، ملفات تهم إطار المتصرف التربوي، تهم تدبيره اليومي، تهم قيمته الاعتبارية، تهم بعض الإكراهات التي يعيشها خلال اليوم الممارس المهني. الوزارة غلقت جل الأبواب وتركتنا نعيش تيها فيما يخص وضعيتنا داخل المنظومة. وعلى هذا الأساس دعت النقابة الوطنية للمتصرفين التربويين إلى وقفة الغضب يوم 17 أبريل 2025 أمام المديريات الإقليمية بكل ربوع المملكة. فهذه الوقفة هناك مثيلاتها بكل ربوع المملكة أمام مديريات الإقليمية بكل المدن المغربية. نطالب بالعديد من المطالب. أولها نحن فئة خاصة، وبالتالي نطالب بإقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة، فهي فئة تضم فئات عديدة، وبالتالي يجب على الوزارة أن تفهم أنه حان الأوان لإقرار نظام أساسي لهذه الفئة. نطالب كذلك من الرفع من التعويض التكميلي لهذا الإطار، فلا يعقل أن يكون تعويض التكميلي هزيلا بالقدر الذي سنته. فهي فئة هو إطار عتيد، إطار يمارس مهامه ليل نهار وحتى بالمنازل، وله أعباء ثقيلة ومسؤوليات جسيمة، فعليها أن تعترف بهذه المسؤوليات وأن تعوضه عن هذا الإطار. نطالب كذلك بالرفع من القيمة الاعتبارية لهذا الإطار، فالوزارة يجب عليها أن تفهم أن هذا الإطار هو إطار تدبيري، إطار يمارس التربوي ويمارس الإداري ويمارس المالي ويمارس الاجتماعي والعلائقي، ويتفاوض مع جميع المتدخلين بالمؤسسات التعليمية، وله مسؤوليات جسام، فعليها أن تقيم له الاعتبار اللازم. كذلك مطالبنا هي مطالب كثيرة سوف ألخصها في بعضها. نطالب بإنصاف كل المتضررين، إنصافهم ماديا وإداريا من كل ما لحقهم من ضرر خلال مسيرتهم المهنية، وخلال التعنت التي تمارسه الوزارة الوصية من خلال قراراتها ومن خلال مذكراتها ومن خلال مراسمها. فهذه المراسم تخلق ضحايا وتخلق متضررين. على الوزارة أن تلتفت إلى هذا الأمر وأن تنصف هؤلاء المتضررين. وقفتنا اليوم هي وقفة غضب كما قلنا سابقا، غضب على إغلاق أبواب الحوار، غضب على عدم الأخذ برأي المتصرفين التربويين أثناء إصدار كل القرارات وإصدار كل المذكرات. فيجب على الوزارة الوصية أن تعي بالأمر قبل أن يكون هذا خطرا عليها، وهي الوحيدة التي تتحمل مسؤولية إغلاق باب الحوار، وتتحمل مسؤولية كذلك هذا الاحتقان الذي نعيشه في صفوف المتصرفين التربويين. هي وقفة غضب نريدها أن تكون كذلك، ونريد صوتنا أن يصل عبركم وعبر مختلف المنابر الإعلامية إلى الوزارة الوصية لتضع حلا لهذه المهازل. من جهة أخرى
هناك موضوع راهن، موضوع العنف بالمؤسسات التعليمية، العنف الذي يمارس يوميا نشاهد أو نلمس أو نتابع حالات عنف ضد الأساتذة، ضد المديرين، بين التلاميذ، وهذه الأمور نرفضها جملة وتفصيلا، ونحمل الوزارة الوصية المسؤولية في ذلك. يجب عليها أن تسن قوانين رادعة، يجب عليها أن تضع يدها بحزم في هذا الملف، فلا يعقل أن نترك التربويين والإداريين والتلاميذ في مواجهة هذا العنف اللامبرر. عنف مجتمعي ينسحب على المؤسسات التعليمية نرفضه جملة وتفصيلا، وبالتالي نقول للوزارة الوصية الكرة بملعبك، عليك أن تفكري بهذه الفئة، أن تفكري في مصالحها، أن تفكري في فتح الحوار من أجل إنصافها، وألا تنهجي خطة الأذان الصماء، فهذا سيعود على المنظومة بكل ما هو سلبي وبالاحتقان الذي نشاهده. شكرا لكم كمنابر إعلامية، نقدر متابعتكم ودعمكم لكل النضالات ولكل الحالات التي ترصدونها داخل الإقليم. تحياتي.